اهلا بكم يا شباب، اتمنى انكم تكونوا كلكم بخير. النهارده كونفي ونفيديا عاملين كولابوريشن مع بعضيهم ان كونفي يشغل نيتف الموديل الجديد بتاع نفيديا اللي مشاركه بيه في هذا المنافسه الشرسه ما بين كله اللي عمال بيعمل موديلز. نفيديا عامله الموديل بتاعها اوبن سورس. كانت الاول كان 14 بليون، ف 14 بليون ده كان تقيل على الاجهزه جدا. فبعد كده نزلوا ال 2 بليون ونزلوا النيتف سبورت لكونفي. يعني دلوقتي مش محتاج بقى انك انت زي الاول تنزل نودز كتير وتنزل الحاجات دي كلها، لا ده هو بقى جوه كونفي ذات نفسه ينفع انك انت تحمل الموديل وتستخدمه زيه زي اس دي اكس ال وزي فلوكس وزي الحاجات دي كلها. بالنسبه بقى انا النهارده الفيديو هيبقى سريع، مش هيبقى حاجه طويله. انا هقول لك ازاي تشغلوا الموديلز اللي انت محتاجها، ازاي تحمل وهكذا وهكذا وهكذا، ونتستوا مع بعضينا. وعلشان ما اطولش عليك يلا بينا نبدا. طيب بالنسبه للورك فلو اللي احنا هنستخدمها النهارده، دي الورك فلو من صوره بتاعتهم هم. يعني لما هو يقول لك ان الحاجه دي بتستخدم نيتف سبورت من كونفي، معناها انك انت ينفع تستخدم لود ديفيوجن موديل والكليب والفي اي العادي خالص وتركبه في الكي سامبلر والموديل يشتغل معاك من غير اي اكسترا نودز. ده معنى كلمه نيتف. طيب علشان ابدا استخدم الحوار ده ويعني اعمل الحوار النيتف دوت اعمله ازاي؟ اول حاجه انت لازم تعمل ابديت لكونفي يو اي بتاعك. علشان تعمل ابديت لكونفي يو اي عندك طريقتين، يا اما من المانجر هنا تدوس على كلمه ابديت كونفي لو انت كونفيدنت انف، او لو انت واثق من نفسك ان كونفي هيشتغل تمام اعمل ابديت اول. مش واثق اعمل ابديت كونفي بس، عشان ساعات ابديت اول ممكن يبوظ لك حاجه جوه كونفي ذات نفسه. تمام، دي اول طريقه. الطريقه الثانيه اللي احنا عارفينها برضو، انك جوه ملف كونفي هنا تدخل جوه كونفي هتلاقي في فولدر اسمه ابديت وتدوس على كلمه ابديت كونفي يو اي. يبقى دي الطريقتين اللي انت تعمل بيهم ابديت لكونفي علشان اي حاجه جديده تبقى موجوده معاك. لو انت دوست في المانجر هنا وهتنزل تحت هتلاقي هو بيقول لك ايه الجديد اللي اتضاف وايه الحاجات اللي بقت موجوده في الابديتس الجديده. وطبعا من وسط الكلام ده كله بتلاقي ان هو بقى سبورت لكوزمو، ماشي ال 2 بليون وال 14 بليون. طبعا ال 14 دوت عايز كروت شاشه قويه، ال 2 بليون يشتغل على اي كارت زيه زي الاس دي اكس ال. لو اس دي اكس ال شغال عندك ال 2 بي هيشتغل عندك تمام، ما فيهوش اي مشكله. بالنسبه لحجم المودلز كلها مساحتها 4 جيجا 3900 تو بي اكيوريت. يعني هو 3900 ده مساحه المودلز ال 2 بي كلها، الفيديو والصور. جميل. طيب نبدا بقى نحمل الحاجه دي منين. بص يا سيدي، انت اول حاجه بتدخل هنا على البلوج اللي انا هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن. هتنزل تحت شويه وهتلاقي ان انت عندك الموديل كلها بيقول لك ان كل الموديل سبورتد في اللينك ده. لما تيجي تدوس عليه هيدخلك على هاجنج فيس زي ما احنا متعودين، وهيجيب لك كل الموديل. عندك اللي هم 28 جيجا دول، دي الموديل ال 14 بي. من وسط ال 14 بي عندك تكست تو ايمج، عندك فيديو. بس هنا فيديو هم عاملينها بطريقه غريبه شويه، هم عاملينها 10 اف بي اس و16 اف بي اس من كله، من ال 480 ومن ال 720. ما بيغيرش في مساحه الموديل. ولكن ما ينفعش انت تحمل مثلا تكست تو ايمج وتقول انا هستخدمه في ان انا جنريت حاجه زي ديت والعكس صحيح. فدي طريقه انا مش فاهم هم ليه عملوها كده، ولكن كل حاوي وليه طريقته يعني. المهم احنا المهم بالنسبه لي او اللي انا قدرت استخدمه عندي، لان دول كانت الصوره بتاخد حوالي تلت ساعه، فانا ما قدرتش يعني انا عشان كارت عندي ضعيف فما قدرتش ان انا استخدم ال 14 بليون دول. محتاجين مثلا فوق يعني هتحتاج على الاقل 24 في رام 16 في رام لو انت عايز الموضوع شغال سريع، لكن عندنا 10 في رام. الصوره خدت حوالي تلت ساعه، وطبعا انا ما كنتش مستحمل ان انا استنى اكتر من كده. لكن بالنسبه لل2 بي الصوره ما بتاخدش اكتر من 7 ثواني 8 ثواني في الرينج ده كده. اول لما بتحمل الموديل دوت انت بتدخل جوه كونفي هنا، هتدخل جوه الفولدر بتاع كونفي جوه موديلز وجوه يونت. ده المكان فين؟ يونت هنا. يونت ده المكان اللي انت هتحط فيه الموديل بتاعك كوزمو. انا زي ما قلت لك انا محمل تكست تو ايمج ومحمل الفيديو 720 16 اف بي اس برضو ال 2 بليون. بعد ما انت بتخلص الكلام ده كله، تاني حاجه انت بتعوز حاجه اسمها تكس اولد تي 5. الاولد تي 5 انا كنت الاول فاكر ان هو لما كان بيقول على كلمه اولد تي 5 دوت، فانا قلت يمكن هو يقصد التي 5 اكس اكس ال القديم. فانا فضلت ادوس على كلمه التي 5 اكس اكس ال الاف بي 8، هو نفس الاسم بس من غير كلمه اولد دي.
فضلت ادوس عليه وادوس على كلمه رن، فهو بيرن الحاجه. طبعا بالنسبه للمودلز وبالنسبه للحاجات دي كلها، ممكن اطول واحد فيهم طالما انت حاطط على اس اس دي هو هيبقى الكليب ممكن ياخد معاك 8 ثواني، لان هو مساحته بتاع حوالي 9 جيجا او حاجه. انما الموديل ذات نفسه ما بياخدش ثانيه على ما بيتعمل له لود، لان هو مساحته بتاع 3 جيجا، يعني هو خد 6 ثواني اهو قشطه. فجاي فضل يجيب لي الايرور دوت، فانا الايرور ده كان مزعج جدا، اللي هو طب انا عملت ايه غلط؟ ايه المشكله اللي انا عاملها دلوقتي؟ ما هو نفس اللي انا عامله بالظبط. هو كان عايز تي 5 اكس اكس ال فاستخدمت بتاع فلكس. طلع ان كلمه اولد اللي موجوده في اولد تي 5 دي مش اولد، دي او ال دي تي 5. فده دي المفروض هم حاجه يوضحوها. فالاو ال دي تي 5 ده مختلف تماما عن التي 5 اكس اكس ال اف بي 8 السكيل. جميل. فانت هتحمل دوت، هسيب لك برضو اللينك بتاعه في الديسكريبشن. لو انت عايز تحمل الورك فلو بتاعتهم، لما بتيجي تدوس على كليك تو داونلود ورك فلو هنا، هو بيجيب لك الصوره ديت. فكل اللي عليك انك انت بتاخد الصوره دي تحطها على اي مكان عندك في الجهاز. دي كده بقت الورك فلو بتاعتك. لو انت جيت دخلت جوه كوزمو هنا وجيت رميت الورك فلو دي، هتلاقي فتح لك الورك فلو بتاعتهم. الحلو في الورك فلو اللي انت هتحملها من عندهم ديت، ان هو مديك كمان اللينك بتاع الاولد تي 5 اكس اكس ال، تمام، ومديك اللينك بتاع 121 الفي اي. فانت هتحمل الاثنين دول. لو انت عايز تحملهم يعني من عندهم على طول، هتدوس عليه هيتعمل داونلود. بالنسبه للتي 5 اكس اكس ال بيتحط جوه مودلز كليب، وبالنسبه للفي اي بيتحط جوه فولدر موديل في اي، تمام. فهو حتى هنا شارح لك اماكن الموديل بتتحط فين. مودلز ديفيوجن موديل احنا هنا حطيناه في يونت، مفيش اي مشكله. تكست انكودر احنا حطيناه في الكليب، مفيش اي مشكله. خلاص. طيب تعالى بقى نقفل ديت. احنا هي ديت هي ديت، يعني دي هي دي، بس انا شلت النوتس اللي موجوده في الجنب هنا عشان الموضوع يبقى شكله كلين اكتر يعني. فالحاجه اللي انت هتعملها دلوقتي، انت هتقوم جاي محول بعد ما انت حملت الاولد اول لما بتشغله هتدوس على كلمه رن. هيرن بس الموديل الجديد، وهتلاقي ان كل حاجه شغاله تمام. بالنسبه للسرعه، انا في اول مره خالص هوريك لايف الموديل او الكي سامبلر شغال ازاي. الستبس ممكن توصل لحد 10 ستيب. انا لقيت ان لحد 10 ستيب ما فيهوش اي مشاكل خالص، وبيطلع النتائج. ده رقم واحد. رقم اتنين، بالنسبه للريزولوشن وصل معايا لحد 4 ميجا. 4 ميجا معناه انك انت بتعمل في 2048 بدل 1024 في 1024 which is 2 ميجا. جميل. فبالنسبه للنتيجه، الصوره الاولانيه خدت 31 ثانيه، النتيجه طالعه زي ما انت شايف هنا. لو انا جيت عند الستبس خليتها لحد 10 ستيب، ال 512 في 512 شغال تمام معاك. هو مالتي ريزولوشن موديل، فمتمرن على ريزولوشنز كتيره قوي. لو انا دوست على كلمه ران هنا، اولا هياخد وقت اسرع بكتير، يعني خدت بتاع 3 ثواني والنتيجه هتطلع برضو، يعني مش هيطلع لك حاجه بايظه، تمام. وبالتالي طول ما انت بتعلي هنا، لو انا مثلا وصلتها 40 مثلا ودوست رن، الموضوع هيبقى سريع وفي نفس الوقت يعني هو الموديل فليكسبل جدا جدا جدا. فانت هتلاقي النتائج طالعه معاك كويسه. احنا بنتكلم في 512. لو انا كتبت 2024، تعالى هنا نكتبها 2048 اسف. زي ما انت شايف الموديل ما عندوش اي مشكله خالص في الريزولوشن. لو انا كنت شغال اس دي اكس ال واديته الريزولوشن دوت، هتلاقي الصوره طالعه متدمره خالص. وزي ما انت شايف لو احنا بنتكلم ان الصوره ديت مقارنه بالصوره دي، فيعني دي ملهاش علاقه تماما باللي مكتوب في البرومبت. انما ديت لو انا دوست راندومايز دي مليون مره، هو نفس النتيجه هتطلع لي. هو هنا يقعد يطلع حاجات غريبه لان هو مش فاهم اصلا اللي مكتوب في البرومبت هنا. طبعا انا ما اعرفش ايه اللي هو عامله دوت. يعني انا افترض والله ان هو سيف محطوط جوه شيء ما، ولكن نفس النتيجه هتطلع لي بالظبط، لان هو ده اللي انا عايزه. لو انت جيت قريت هنا، فهتلاقي ان انا كاتب ان انا عايز بليد طالع منها زي ماجيك على شكل سموك، وفيها جيم ستون، وطالع منها بتاع اخضر، وفي اضاءه من يعني ريد دراجون ويز فينتج، يعني نفس الستايل هيقعد يطلع لك مهما عملت. فده الفرق ما بين اس دي اكس ال وما بين الموديل الجديد كوزموس. جميل. فانا بريكومند انك انت تستخدم الكوزموس دوت. يعتبر كويس قوي في الحاجات السريعه لو انت شغال
جيم ديف ولا حاجه وعايز تستخدمه، فرق الوقت ما بين الاثنين احنا بنتكلم هنا في 19 ثانيه وهنا في 7 ثواني. ولكن تاني انا برجع واقول لك ان التسع ثواني اللي موجودين هنا بيطلعوا نتيجه غير. فلو انت 9 ثواني ل 19 7 ثواني او 8 ثواني ل 19 ثانيه، فرق ال 10 ثواني يطلع لك حاجه اللي انت عايزها بالظبط، فلا يعني استخدم حاجه زي دي. ده ما طبعا انت بقى هنا 2048، لو انا خليت 2048 في 2048 انت بتاخد الماكس كواليتي بتاع الحاجه اللي انت عايز تعملها دي. تعالى بقى نمسح الاس دي اكس ال، احنا مش عايزين منه اي حاجه، وتعالى ندوس رن مره كمان. يبقى ده كده بالنسبه ل 2048 في 2048، وزي ما انت شايف الجوده طالعه افضل بكتير، لان احنا بنتكلم في 4 ميجا بكسل. لكن بالنسبه للوقت هو خد وقت طويل، خد 173 ثانيه. فانت يعني السويت سبوت ما بين الحوار دوت كله استخدم 1024 في 1024. ولكن اللي انا بقوله لك ان هو يقدر تعلى في الريزولوشن زي ما انت عايز. المره دي احنا هنستخدم هنا هناخد امثله من سيفت، هنشوفه هيقدر يطلع لنا رياليستيك صور مرسومه والحاجات دي كلها. فهنحاول نشوف ايه الستايلات هيقدر يطلعها لنا قريبه ولا مش هيبقى احسن حاجه، ونرجع تاني لاس دي اكس ال وفلكس وكده. جميل. فنبدا بالصوره الاولانيه. الصوره ديت انا خدت البرومبت بتاعها حطيته هنا. تعال نحاول نخلي الريزولوشن ده 1024 زي ما هو، وهنحاول ان احنا نخلي الوايد اقل شويه في 7 6 8، ممكن نخليها 12 16. جميل. ده ريزولوشنز اللي احنا هنشتغل عليها دلوقتي. بالنسبه للسي اف جي خلينا 4 زي ما احنا. بالنسبه للستبس خلينا 20 ونعلي زي ما احنا عايزين. تعال ندوس رن دلوقتي. طيب ده بالنسبه للصوره الاولانيه، هي لابسه فيه عرب موجودين ورا، ما اعرفش ليه. تعال نشوف البرومت نفسه بيقول ايه. هو عايز هنا اتوميك هارت توين كوسبلاي از ابسولوت داركنس. فهو هنا مديك تفاصيل كتيره قوي، من ضمنها انا مش شايف فيه اي حاجه ليها علاقه بالعرب. فاينل فانتزي ستايل مفيش عرب خالص يعني. that's weird. طيب تعال نعلي دوت ل 8 ونص ونخلي الستيبس هي نفس النظام، وتعال ندوس رن. لما طلعنا الموضوع شويه ل 8 ونص، الجزء بتاع السي اف جي، لو انت مش فاهم السي اف جي بيعمل ايه، فالسي اف جي بيخلي لك الجزء بتاع البرومبت بتاعك اكثر اهميه من ان الاي اي يكرييت بمزاجه. ولكن ما زالت برضه هي ماسكه زي سورد. الكواليتي طبعا، الكواليتي والصوابع والحاجات دي كلها مظبوطه جدا، يعني مش دي ما فيهاش مشاكل. ولكن لو احنا كنا عايزين حاجه قريبه من دي بالظبط، يفضل انك انت تستخدم ال ام. ولكن احنا كمثال مثلا لو انا عايز حاجه زي دي بالظبط، انا ممكن اخد الجزء ده كوبي ايمج. ممكن لو احنا عايزين وصف افضل يعني. بالنسبه للجزء دوت انت ممكن تدخل هنا على اي اي ستوديو. انا هقوم جاي مديله الصوره ديت واقول له، انا قلت له هنا اديني برومبت علشان اعيد الصوره دي مره كمان على فلكس. تعال ندوس كلمه رن. تعال بقى ناخد البرومبت اللي احنا طلعناه من هنا. تعال ندخل جوه كوزمو، كنترول في، بدل 8 ونص هنخليها وسط، نخلي دي 6، نعلي الستبس شويه ل 30. تعال ندوس رن مره كمان. طبعا المره دي بعد ما ظبطنا الجزء بتاع البرومبت، لو احنا جينا نبص على الصوره اللي في سيفت هنا، الكاركتر دوت اللي معاه القرب اللي طالع منه الكريستال، والصوره بتاعتنا هنا تعتبر قريبه قوي من نفس الحوار. القرب المربع، الفيس الماسك اللي طالع منه نفس الجلوينج ونفس الحاجات دي كلها. فكل الفكره انك انت محتاج حاجه تطلع لك البرومبت مظبوط، لان هي صوره زي ديت. لو احنا جينا نبص هنا، الصوره دي معموله باكس ال، تمام. فالبرومبت بتاعه بيبقى مختلف تماما على المانيفاكتور بتاع. يعني مثلا صوره زي ديت نفس النظام، دي معموله باس دي اكس ال، فالبرومبت بيبقى معمول لاس دي اكس ال. لكن لو انا خدت الصوره ديت وقمت جاي حاططها هنا، وهتلاقيه ان هو بيحارب الوحش الرملي زي ما احنا كنا قايلين له هنا. طبعا في اس دي اكس ال ليه لورا وليه حاجات كتير وفاين توند وبتاع، ولكن ده البيز موديل بس، وان يقدر يطلع لنا حاجه زي ديت فده كويس جدا. اديله وقت شويه، الناس هتبدا تعمل له حاجات فاين توند، والناس هتبدا تطلع له حاجات كويسه. ممكن اخر مثال علشان نتاكد حاجه رياليستيك زي الصوره بتاعت القطه ديت. انا مش محتاج غير ان انا اخد الجزء ده بس من الصوره، مش محتاج حتى اديها لجيميناي، يعني كبرومت بسيط جدا. يعني نفس النظام، ايد بتدي الفلوس للقطه علشان تاخد منها السمكه. انا منتظر من الموديل ده حاجات كتير جدا كويسه، ومستني الناس تبدا تعمل له فاين تونينج، هيطلع منه نتائج كويسه جدا. جربه ونزله عندك، ومساحته مش كبيره، 3900 3 جيجا 900، مش حاجه ضخمه يعني. فحمله تشوف النتائج اللي هتطلع معاك ايه، وسيب لي النتائج اللي انت طلعتها بيه لو انت حملته على الجيميل. الجيميل سايبه لك في الديسكريبشن.
وكده يبقى احنا خلصنا الموضوع رقم 2 في الاسبوع اللي مليان حوارات كتيرة قوي دوت. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس علشان تشوف بقية الفيديوهات من المواضيع اللي طلعت جديدة. واحب اشكر كل الناس اللي بتدعمني على باتريون، بجد شكرا ليكم جدا جدا جدا، واتمنى انكم تكونوا كلكم بخير ودمتم سالمين.